رمي الإخوان لمعارضيهم عن أسطح الأبنية في الإسكندرية، تداول الناشطون فيديو على مواقع التواصل أظهرت عناصر من الإخوان وهم يحملون أسلحة ويطلقون النار على المتظاهرين. هذه الأحداث وقعت في شارع المشير في سيدي جابر في الإسكندرية، وحدثت بالقرب من العمارة التي احتلتها مجموعة من الإخوان وألقت بطفلين من على سطحها. الاستخدام المفرط للعنف سلوك انتهجته جماعة الإخوان للدفاع عن ما تصفه بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. عنف الإخوان شهدته العديد من المحافظات، وهنا في الإسكندرية كشفه ناشطون بثوا صورا لمؤيدي الإخوان يطلقون النار على متظاهرين. عنف الإخوان شهدته العديد من المحافظات. الشارع ذاته كان شاهدا على جريمة أخرى ارتكبها عناصر من مؤيدي مرسي، حيث ألقوا ب3 فتية من على سطح إحدى البنايات لأنهم ألقوا الحجارة على تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول. الشرطة ألقت القبض على أحد المتهمين بعد شهادة الناجي الوحيد من هذه الحادثة. في واحد بيضربني بسكينة كده وانت شايلها بإيدي وجريت وانت نزلت في المنور، نزلت على المواسير قعدوا يحدفوا عليا طوب وإزاز. في المقابل طالبت عائلة المتوفى بالقصاص من الجنات. بتهم الإخوان، بتهم مكتب الإرشاد، بتهم بديع، بتهم مرسي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي حكمه. السنة اللي حكمها ما شفناهاش من 30 سنة. يعني فرحة الشعب استكتروها، فرحة الشباب استكتروها عليهم. الأمن في الإسكندرية داهم وكرا لتصنيع القنابل اليدوية عثرت عليها الشرطة في الإسكندرية في منزل لموظف بهيئة الأوقاف. كل هذا يجري وسط استمرار الدعوات التي أكدت سلمية التعبير، وهو عنوان ثورة مصر الثانية للعبور إلى مرحلة ربما تتوافق فيها جميع الأطراف ويتم إقصاء من تلوثت يداه بدماء المصريين. هدي الربيعي.